عاجل ورسميا الكاف تفاجئ وتزلزل الجزائر بخصوص إلغاء تنظيم بطولة الشان بالجزائر، وذلك بعد رفض الجزائر لرحلة مباشرة لنقل المنتخب المغربي. تفاجأ الجميع قبل قليل بقرار مزلزل وغير متوقع من الفيفا حول إلغاء بطولة الشان المقامة في الجزائر، وذلك بسبب الخلافات والمشاكل حول الرحلة المباشرة التي طلب المغرب توفيرها لنقل المنتخب المغربي، وإليكم التفاصيل الكاملة. وكان قد أجرى قبل يومين السيد رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي القشع اتصالا هاتفيا مع رئيس الفيفا إنفانتينو، حيث أكدت الكثير من المصادر الإعلامية أن سبب الاتصال هو مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالشان، من أبرزها توفير خط جوي مباشر من العاصمة الرباط إلى قسنطينة بالجزائر بدلا من الذهاب إلى تونس ثم إلى الجزائر بسبب غلق الجزائر المجال الجوي الجزائري في وجه الطائرة المغربية. ونشرت العديد من الصحف الإخبارية الإفريقية المقربة من الكاف قبل قليل أخبار عن سحب وإلغاء الكاف لبطولة الشان المنظمة في الجزائر، وذلك بسبب عدم احترام الجزائر لشروط الشان بعدم توفير خط نقل مباشر لأحد المنتخبات المشاركة. وأكدت نفس المصادر أن هذا القرار جاء بعد تقديم المغرب شكاية لدى الكاف، وقالت أيضا أن الكاف ستعلن وبشكل رسمي في الساعات القليلة المقبلة عن قرار إلغاء بطولة الشان في الجزائر، وتعلن أيضا عن البلد الجديد المستضيف للبطولة والتاريخ إن شاء الله.